خوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعصافير تاعكم. خوتنا اليوم نتكلموا على الموضوع هذا، طلبوه مني بزاف من المتابعين تاع كيفاش نتعاملوا مع الفراخ الحسون. هكذا خوتي، اولا نتكلموا على الاكل تاعهم. الاكل تاعهم حاجه باينه. كي تكون توكلهم يدويا لازم لهم الخلطه تاع اللي توكل بها. كل واحد واش من الخلطه اللي حبها. كاين اللي يحب يشرب فانتيا اسمها واجده، ما يحبش يعيا يبريباريها بالماء السخون. هكذا خاوتي يقدمها يقدمها للفراخ. وننصحكم حاجه خاوتي، كي تجوا توكلوا الفراخ كما نقولوا وكلوها بالافانتيه، خاص تغسل لهم كامل الريش كي تقيسهم في الريش تاعهم. هكذا خاوتي تما كي تكونوا مزروبين غير ما كان لا تدناو للفرخ تحوسوا توكلوا. كي تكونوا كما نقولوا كل ساعه ونص زوج سوايع توكلوا الفرخ تاعكم. هكذا خاوتي وكلوه بالعقل باش ما تخسروش. هكذا خاوتي، وكذلك من 24 يوم تبداو تحطوا له في الباتي البيض، تحطوا له حبوب البيريلا. انا ما نحطش بيريلا وحدها، نحط الخلطه اللي احنا نستعملها مع الطيور تاعي نحطها ونخليه يبدا يتعلم. هي علميا شهر و5 ايام خلاص الفرخ يبدا ياكل، يقصح له المنقار يبدا ياكل. وكان لاحظتوا هنا خاوتي لو كان ندخلوا في الترويض خاوتي بزاف مربيين يجيبوا الفراخ تاعهم وما ينجحوش في الترويض. مع الوقت يبان لهم بلي مروض، ومن بعد غير يجي يكمل غير الريش تاعو يولي كما نقولوا ما يطلعش فوق اليد كذا، يخاف شويه. هكذا خاوتي. شوفوا خاوتي، لازم دائما الفرخ كي تجوا توكلوه ما توكلوش داخل القفص. دائما خرجوه من القفص ملي يكون صغير زي ما نقولوا 20 يوم ولا جبتوه تخرجوا من القفص. دائما توكلوا فوق يدك، ما نقولوش دائما لكن على الاقل 3 خطرات في اليوم من هذوك الخطرات اللي توكلهم فيه تخرجوا من القفص. هكذا خاوتي تخرجوا وتوكلوا فوق اليد. من بعد مور ما يوالف يدك وتوكلوا فوق اليد. واش تولي ديروا كيما راكم تشوفوا خاوتي، خرجتوه حطيتوه فوق مكان هكايا ونبدا نعيط له بالاكل. عيط له باش يوالف هذيك تاع يولي يجي لي كيما راكم تشوفوا هنا طار جا فوق راسي ولا فوق كتفي، ومن بعد بالعقل حتى يتعلم يولي يجي لك فوق يدك. ودائما خاوتي في الترويض دائما تهضروا مع اي حيوان خاوتي تكون تروضوا فيه تبقى ساكت، لازم دير له صوت ولا تهضر معاه. من الافضل تهضر. هكذا خاوتي تهضر معاه رواح يوالف على الصوت تاعك، خلاص يتعود يولي يسمع صوتك يعرفك. كيما انا دوكا يكون جيعان يكون في القفص خير يسمع صوتي يبدا يحب يعني يحوس على الماكله، يبدا كيما نقولوا يدير تيفات هذيك تاعو. هكذا خاوتي ما تخلوش داخل القفص وتوكلوه داخل القفص، يعتاد على القفص يولي ما يخرج لكمش كامل من القفص. لاحظوا باللي الفراخ تاع الحسون ولا الحسون تاع القفص ما يحبش يخرج من الكاجه حتى تفتح له. هذيك علاش خاص توكلوا داخل القفص. ملي زاد هو داخل القفص هذاك راح يعتاد على القفص. كيما راكم تشوفوا هنايا 3 خطرات في اليوم ولا 4 خطرات قد ما تقدر ديرها. خرجوا من القفص ووكلوا، ونهار اللي تكون كيما نقولوا تخليها مستعفي هاو قاعد. هكذا خاوتي دوكا لما نجوزو للتلقام تاع فراخ الحسون. هكذا خاوتي التلقام خاوتي انا هي طريقه نستعملها. نجيب الشون اللي حاب نسمع له لهذا الطير كي يكون صغير خاوتي ما تخافوش تسمع له قد ما تقدر تسمع له. هكذا خاوتي راهو صغير لازم كيما نقولوا تسمع له. كي يبدا يدخل في الريش كيما نقولوا تبدا تنقص له، ما تسمعلوش ساعه كومبليت، تسمع له غير نص ساعه. هكذا خاوتي انا دوكا واش ندير خاوتي، عندي في الصباح كي نوض هكذا خاوتي في الصباح عندك مالك من 5:30 حتى 8 تسمع له على حساب الشغل هذاك شحال فيه ساعه هي الافضل يكون ساعه. هاي تحطوا له فوق القفص وتخليه يسمع. هذيك في فتره تاع الصباح. هكذا خاوتي فتره هذيك تاع الصباح مليحه صح. من بعد كيما نقولوا خاصه توكلوا خاوتي، توكلوا ماشي جيعان ويحوس على الاكل وانت دير له يسمع في الشغل. هكذا خاوتي دائما لازم توكلوا يكون شبعان باش يحكم المكان تاعو. ونزيد لكم حاجه حتى وتشوف الفرخ خاطر هما كيكونوا صغار ياكلوا يرقدوا، كي تشوفوا مدخل راسهم ما يقولش بلي ماهوش يسمع ويسمع الفرخ وعادي. هكذا خاوتي وفراخ تاع الحسون هذو الصغار تاع القفص معروفين باللي يرفدوا تمتم يحفظوا، وكذلك الحسون هذا البارفا يرفد خاوتي ماشي كيما الحسون الاخر. المهم عندك الفتره الاولى تاع الصباح خاوتي، ومن بعد كيما نقولوا فتره تاع من 1 ورا تاع الزواج تاع لاصياست خاوتي تاني كي توكلوا كيما قلت لكم تعاود تحط له يسمع، تحط له فوق القفص. وبالنسبه للصوت ما تعليش بزاف وما تنقصلوش بزاف، كيما نقولوا تقريبا ديروا كيما الصوت تاع الحسون. هذا اللي يستعمل المسجل، واللي يستعمل الحي عادي يحط الحسون هذاك اللي راه حاب اللي راه يغرد يحطه فوق الفرخ هذا. هكذا خاوتي يحطه فوق الفرخ وخليه يسمع.
والفترة الثانية اللي نستعملها انايا هي قبل الغروب بساعة هكذاك، ثاني الفرخ يكون حاكم بلاصتو، تسمى راح يحفظ لك مليح هكذا خوتي. وكذلك خوتي بدا في الترويض، نسيت ما قلتها لكمش، الفرخ دائما تخرجوا توقعوا هذيك حتى توكلوا فيه فوق اللي يدو منا، تكلمنا عليها وتاع باش تولي تناديلو هذه تكلمنا عليها، ودائما تخلي فوق يدك هكا تمسو منا باش يعتاد على باش يعتاد عليك مليح، دائما تخرجوا تلعب معاه تمسو بصبعك فوق راسو كذا، ودير له هذيك الحركه تاع من الاصبع الاصبع باش يزغد جناحتيه وكذا، خاطش مليح، خاطش فراخ تاع البرا يطير عندها الحريه، تكبر تم تجي خشينه تجي كذا. وبالنسبه للمناعه خوتي ننصحكم بحاجه، في الخلطه اللي توكلوا فيه تخلطوا من داك تخلطوا الدود، من داك تخلطوا هذو كامل فيهم المناعه، تخلطوا حشره المن هكذا خوتي، وتقدروا التيفاف حتى التيفاف ترحوا تخلطوه معاها، المهم حاجه اللي فيها المناعه وياكلها. حسوا في البريه تخلطها له زريعه الشوك ثاني ترحيها، ولا زريعه شوك ثاني تقدر تشمخها في الماء تولي طريه وتعطي له ياكلها. وكذلك في المناعه خوتي ما تنقوش بزاف القفص، دائما لازم تخلوا شويه تاع البوراز باش الطير هذاك يتعود على كيما نقولوا على الماء، يرفد المناعه، ماشي من بعد كاش نهار تنساه ما تنقيلوش ولا يمرض لك هكذا خوتي. تنقي ماشي ما تنقيش، لازم ماشي كل يوم تنقيلو، كل يوم يومين 3 ايام باش تنقيلو، لازم يعتاد على رائحه البوراز هذاك باش يكتسب المناعه هكذا خوتي. وبالنسبه للدوس والتشميس، انا خوتي ما 28 يوم هكاك نبدا ندير اناء فيه شويه تاع الماء هكذا خوتي، ونبدا نحط الطائر تاعي الفرخ تاعي نحطه فوق هذاك الاناء ونخليه يشمخ له الريش تاعو يومين 3 ايام، ما يجي يلحق شهر يكون ديجا تعلم منا كيفاش يدوش، حتى لشهر و10 ايام يكون تعلم خلاص خوتي. وبالنسبه للتشميس كذلك مليح، لازم تشمسو، تقدر 2 خطرات في النهار تشمسو 2 خطرات، مده تاع الصباح هذيك تاع الصباح كي من 7 8، وتزيد تشمسو في المساء 5:30 6 هذيك تكون الشمس خفيفه، هذيك الاشعه تاع الشمس تكون مليحه، خاطر الفرخه يسحق الكالسيوم، سو الكالسيوم باش يتثبت لازم فيتامين دي هكذا خوتي. هذيك تلقاه في الشمس باينه، الاكل توكله له منا فيه، لكن الشمس تعمل دور مليح، خاطر واش هو يدير هو راهو يطلع غير في الريش، يستحق بزاف الكالسيوم هكذا خوتي. تقدر تزيد تخلط له في الخلطه الكالسيوم كيما نقولوا، تفتت له سيبيا ومنها، لكن الخلطه كي تشري افانتيا يكون فيها كلش، تكون معمره فيتامينات، ما تزيد لها والو، تزيد لها غير كيما قلت العفايس تكلمنا عليهم، ولا خل تفاح باش نقيلو كيما نقولوا الامعاء تاعو هكذا خوتي. خوتي نتكلموا على غيار الريش، تما باش يطلع لنا يبدا كيما نقولوا يبدل الريش تاعو يطلع حنايا مليحه هكذا خوتي. بالنسبه للفراخ تاع القفص خوتي كيما على بالكم ما تحتاج لا تغطيها لا تهيئ لها الامان باش تدخلنا في غيار الريش، وكذلك الفراخ تاع القفص راح تدخل لنا مبكرا على الفراخ تاع برا. خلينا الفراخ تاع برا في البريه تدخل من قبل، خاطش متوفر عندها كل الشمس تقيسها نهار كومبلي، الاكل جيد، راهم في امان هكذا، راهم في بلاصتهم. لكن الفرخ تاع برا كي تجيبوا للقفص يطول باش يدخلنا في غيار الريش، لازم كيما نقولوا بلاصه هادئه. انا حتى هذوك ما نستعملش معاهم زعما تنغطيهم ونظلم لهم الحاله، فقط مكان هادئ وزرارع متنوعه والاكل الجيد والتشميس والدوش هكا خوتي. وقبل ما تدخل في غيار الريش لازم دير له الايفوماك باش ما يطاكيش الفاش، خاطر هذاك هو العدو الاساسي تاع الفراخ، هذاك هو اللي يحبس لهم غيار الريش وما يخرجوش مليح. ثم كما قلت لكم الفراخ تاع القفص ما يسحقوا لا تغطيهم لا والو، فخاطر راهم معتادين على الناس، ومن الناس ما مش يستحقوا الامان والهدوء باش يدخل في غيار الريش. تبقى تخرج فيه من القفص وتروض فيه تلقاه بدا يطلع في الريش تاعو في التحنايه تاعو، تما الحصون تاع القفص ما تخافوش. وكما قلت لكم 2.5 شهر هكذاك يبدا يطلع في التحنايه، ماشي كيما تاع القفص تاع برا ديجا تجيبو 3 شهور في عمره، ولا يريح عندك شهر حتى 4 شهور باش هكذا خوتي. ان شاء الله هذو النصائح يفيدوكم، وكملوا الفيديو ان شاء الله، وما تنساوناش بالضغط على زر الاعجاب والدعوات تاعكم، وباركوا لنا خوتي، وربي يرزق الجميع، والسلام عليكم.